ترى المتكبر في حديث لا يدخل الجنة متكبر، لأن الله طلع إبليس من الجنة عشان تكبر، وحرم الله فرعون من الجنة لأنه تكبر. أنا ربكم الأعلى، كلهم قالوا أنا، كلمة الأنا هذا كبر. هذا قال أنا كرم، أنا خلقتني من نار أنا، وهذا يقول أنا ربكم الأعلى. أنت كن متواضعا. ولذلك في الحديث الصحيح يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، هو إنسان لكن صغير مثل النملة، يدعسهم الناس بأرجلهم يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعني يمشون عليهم، قال ويغشاهم الذل من كل مكان. لا تتكبر. بعض الناس والله يمر من جنب عامل مثلا ما يقول السلام عليكم عشان عامل. أمس يسولف معي أحد الأخوة يقول صلى بنا شخص من جنسية يعني غير جنسية البلد، ورجل حافظ لكتاب الله، فيقول قام عليه واحد قال ليش يصلي ابن هذا ما يجوز يصلي. شو ما يجوز؟ فيسألني بعد الصلاة يقول يجوز؟ قلت بالله يجوز، ليش ما يجوز؟ قال جاني واحد من الجيران قلت لا، فلما جاء الفرض اللي بعده قال لي هذا وابغاك تكلمه، فكلمته وحدثت يعني قلت له ما يجوز، الرجل حافظ لكتاب الله وقراءته متقنة ورجل عربي حتى ما يكسر القرآن ولا يلحن، فليش تمنع من الصلاة؟ قال لا لأنه مو من جنسيتنا. فقلت له يا أخي ما وش الكلام هذا؟ القرآن نزل على لسان على محمد عشان يكون لك، نزل على أمة محمد كلها. ولذلك إبليس، أنا بختم الآن، إبليس جلس يدور على آدم في الجنة، دخل الآن آدم الجنة. أول ما دخل الجنة الله سبحانه وتعالى قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ ولا يعرى فيها آدم، وقال لك كل من كل ما شئت فيها الجنة إلا هذه الشجرة لا تقرب هذه الشجرة. جاء إبليس لقاها فرصة، حواء وآدم حاله، فجاء إبليس قال ورا ما تأكلون؟ قال الله نهانا عنها. قال الله لم ينهكما عنها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال لا تلعب علينا. قال أقسم لكم بالله، الله يقول فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لا تصدق إبليس يقسم لك، هو كذاب، يقسم لك. يقول فلما أقسم لآدم وحواء اقتنع فأكلا منها. الله يقول شوف الشيطان هذا خسيس، يجيك يزين لك الباطل مثل هالشجرة، كل الجنة لك يا آدم أنت وحواء، فكلا منها حيث شئتم رغدا، كلها رغدا، بس لا تقرب هذه الشجرة. زي الحرام، يقول ابن القيم إن الحرام الذي حرمه الله علينا أقل من الحلال. حرم الله الربا وحل البيع، البيوع أصناف كثيرة، الربا واحد. الله أعطاك تتزوج 4، وبعض الناس أكرمكم الله يدور من القايل. الله سبحانه وتعالى أعطاك تسمع القرآن وتشنف آذانك بالكلام الطيب، فيشغل نفسه بالأغاني والمصائب والفحش والكلام البذيء والسب. ليه؟ فيزينها. أضرب لكم مثال ثاني، يرزق الله رجلا زوجة كريمة شريفة عفيفة جميلة ما شاء الله، ثم يجعلها أمامه لا تساوي شيء ويبحث عن الحرام. حتى يمكن بعض اللي يعرفونه يقول يا أخي عيب عليك زوجتك ما شاء الله بنت جميلة، الشيطان زين له الحرام، عندها العصيرات عشرات الأنواع فواكه طيبة، ويأبى الشيطان إلا أن يجعلك أكرمكم الله تشرب خمرا وغيرها، يزين لك الباطل. هذه شجرة آدم، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لم ينهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ترى فيه ناس إلى اليوم يقولون في شجرة في الجنة اسمها شجرة الخلد، ما في شجرة، هذه كذبة إبليس، كذبة إبريل دي هذه كذبة إبليس صدقها بعض الناس إلى اليوم أن في شجرة اسمها شجرة الخلد، ما فيه. لو في شجرة خلد ما مات آدم وين العين؟ القرآن مهم طلاسم. قال الله لمحمد إن الذي فرض عليك القرآن إيش؟ لرادك إلى معاد. تبغون المعنى يتضح أكثر؟ متى نزلت السورة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ السورة نزلت على النبي يوم الهجرة، باقي 6 دقائق أنا حاسب الوقت. النبي نزلت عليه السورة في الهجرة، في طريقه من مكة إلى المدينة. تخيلوا الرسول مهاجر ليس معه إلا أبي بكر الصديق صاحبه فقط، وسراقة بن مالك يلحق به يريد قتله. يقول النبي فاختبأ النبي في الغار وجلس معه أبو بكر الصديق. هذا المشهد أنزل الله على النبي هذه السورة. الرسول في الغار
وهو حزين، لكنه ليس حزن خوف ولا جبن عليه الصلاة والسلام، لا، إنما حزين على عدم نشر هذا الدين وهذه الرسالة. فأنزل الله جل وعلا: ما ظنك، النبي يقول لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقال: لا تحزن. الله يخبر أن لا تحزن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أن الله معنا. فبقي النبي في الغار، لما طلع من الغار